السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذا الفيديو حيكون تشجيع لك وتشجيع لي انه ننجح في حياتنا وانه نقدم حاجة في حياتنا، وحيكون تعليم لينا على كيفية النجاح. كيفية النجاح او وصفة النجاح هذه حناخذها من حياة ستيف جوبز. ستيف جوبز بدأ بمشروع صغير وتطور هذا المشروع خلال سنين، اصبح مشروع عملاق ومشروع جدا كبير. عشان توصل الى النجاح مو شرط توصل النجاح من اول يوم ولا اول ليلة. تبدأ بمشروع صغير، تبدأ بعدين حتوصل الى هدفك، حتوصل الى الشيء الكبير اللي تتمنى تحقيقه. ستيف جوبز بدأ مشروع في مجال الكمبيوترات وعمره 20 سنة، وكان معاه صاحبه، وكان مشروع بداية المشروع ومقر المشروع في جراج بيت أبوه وأمه. يعني بداية صغيرة جدا، البداية متواضعة جدا. وبعد 10 سنين تحول هذا المشروع الصغير إلى شركة أبل بقيمة $2,000,000 وأكثر من 4000 موظف. إحنا لو ما استفدنا من هذه القصة إلا شيء واحد، إننا نبادر يكفي. يعني ستيف جوبز تحرك وبادر وفعل وقدم، وحتى انه ما عنده شيء لكن في النهايه قدر يوصل. انا ازم لو كل واحد فينا تحرك، لو كل واحد فينا حط هذا المبدأ عنده وبادر وفعل وقدم وشد حيله وحاول يوصل للهدف حقه، حاول يتحرك، حاول يقدم شيء، في النهايه حنوصل. في النهايه حيصير مننا الناس ناجحين مره كثيرين. في النهايه حنشوف انجازات كبيره وانجازات عظيمه. هل فعلنا هذا الشيء؟ هل تحركنا؟ هل بادرنا ولا لا؟ واحيانا الواحد يبادر ويتحرك ويسقط ويفشل، واحيانا يوصل بعد يسقط ويفشل، بعد ما يوصل، بعد ما يحقق اللي يبغاه. طبعا الانسان الناجح اول ما يسقط واول ما يفشل يكمل وما همه ولا يستسلم. والانسان غير ناجح يعني اول سقطه ولا اول طيحه ولا اول فشيله له خلاص تلقاه يوقف. بعد ال10 سنين هذه، بعد ما صار شركه ابل قيمتها $2,000,000، بعد ما هو اسس شركه ابل، بقصه طويله اذكر لك النتيجه. ستيف جوبز انطرد من هذه الشركة. تخيل شخص بدأ شركة وبدأ مشروع ووصل وفعل وقدم ويعني حقق إنجازات كبيرة، في النهاية ينطرد من هذه الشركة. طبعا لأنه إنسان ناجح، لأنه إنسان مبدع، الرجل ما استسلم. إيش سوى؟ بعد ما انطرد من الشركة اللي هو أسسها، بدأ في مشروعين. يعني ما استسلم، ما قعد في بيته، ما قال خلاص، لا، بدأ وحاول يسوي حاجة ثانية مختلفة. المشروع الأول كان شركة نيكس للكمبيوترات، والمشروع الثاني اشترى شركة للأفلام الكرتونية ثلاثية الأبعاد ثم سماها شركة بيكسار. يكفي أنك تعرف عن شركة بيكسار أنها أنتجت أقوى الأفلام الكرتونية ثلاثية الأبعاد يعني في الزمن هذا، ويكفي أنك تعرف أنها انباعت لشركة ديزني ب$7,000,000,000 عشان تعرف الإنجاز والنجاح اللي حققه هذا الرجل حتى بعد ما انطرد من الشركة اللي هو أسس. والمشروع الثاني اللي هو شركة نيكس للكمبيوترات، هذا المشروع خلاه يرجع لشركة أبل غصبا عنه، يرجع كمدير تنفيذي، وشركة أبل اللي هو أسسها اللي انطرد منها شرت هذا المشروع وهذه الشركة اللي هو نيكست، شرته بفوق $400,000,000. يعني الرجل عجيب في إصراره وفي تفانيه في عمله وفي إنه يكمل، وإنه الرجل يعني قاعد يعني حتى إنه انطرد، حتى إنه فقد الشيء اللي بناه، بنى أشياء عظيمة ورجع للشيء اللي بناه بعد ما أثبت للناس وما أثبت للشركة هذه إنه إنسان من جد يعني يستحق إنه يتاخذ، يعني ما يستحق إنه ينطرد. طبعا أي واحد حيسمع القصة هذه حيعجب بالقصة هذه، بس حيقول يا أخي ترى هذا إنسان مبدع وعقله يعني مرة واصل، يعني مو كل الناس زي كذا، إحنا ما نقدر نصير زي كذا. بالعكس، أنت لازم تعرف السبب اللي خلاه يعني يبدأ في هذا كله، وحتى بعد ما بدأ وحتى بعد ما حقق وسوى شركة أبل وانطرد منها، إيش خلاه يبدأ ثاني، إيش خلاه يسوي، إيش خلاه يحقق، إيش يخليه يعمل هذا العمل كله، إيش يخليه يجتهد هذا الاجتهاد كله. طبعا الشيء اللي يخليه يسوي هذا كله هو يقوله بنفسه، إنه لقى الشيء اللي هو يحبه، إنه لقى شيء هو يعشقه، شيء يحب يعمل من أجله. حتى هو يقول يعني أنا جمعت ملايين الدولارات وما فرقت معي، أنا أهم شيء عندي إني أحقق، إني أنجز، إنه أفعل، لأنه لقى المجال، لقى الشيء اللي يبغى يسويه، وكل ما أبدع وكل ما تقدم في الشيء هذا يحس إنه أنجز، يحس إنه انبسط، ويحس إنه حقق حاجة فيرتاح. عشان كذا هو مرة مبدع. فلو تبغى تنجح لا تقلد الناس، إنك تشوف شيء في لو نجحت تروح تسويه بس عشان فلان نجح ولا عشان أحد سوى. دور على الشيء اللي أنت تحبه، الشيء اللي أنت تبغاه، الشيء اللي أنت تشوف إنه يعني فيك عشق لهذا الشيء، فيك حب لهذا الشيء، عشان تقدر تبدع فيه، عشان تقدر تعمل، عشان تقدر تقضي ليلك ونهارك في العمل لهذا الشيء عشان تنجح، عشان توصل، عشان تحقق، عشان تنجز. والرجل عنده مبدأ يعني غريب، أنا صراحة استغربت كيف شخص غير مسلم عنده المبدأ هذا. من كلامه يقول يعني أنا لما أتذكر إني حموت
احس اني لازم اقدم. لما اتذكر اني حموت ما احس اني استحي مثلا افعل، ولا احس استحي من الفشيله مثلا ولا حاجه زي كذا، لا، اني خلاص مجرد ما اعرف اني حموت هذا اكبر شيء يساعدني على انجاز، اكبر شيء يساعدني على العمل. ليش ما يكون عندنا هذا التفكير؟ ليش ما يكون عندنا شيء زي كذا؟ نعرف انه احنا حنموت وانه احنا حنفارق الدنيا، فلازم نقدم ولازم نفعل ونسوي كل حاجه قبل ما نموت. اذا مت خلاص يعني ما في وقت للتقديم، ما في حاجه انك تنجز. الآن فرصتك الوحيدة أنك تنجز، الآن فرصتك الوحيدة أنك تضع بصمة كبيرة جدا لك في هذه الحياة. خلي هذا الفيديو دافع ليك أنك تنجح، أنك تفعل، أنك تقدم وتحط بصمة كبيرة جدا لك في هذه الحياة. قصة ستيف جوبز ومدى النجاح هذه ممكن تفيدك في كل مجالات النجاح، في دراستك، في عملك، في تجارتك، في أنك مثلا تصير زيه مخترع وتخترع وتصير مبدع وتطلع لنا حاجة تخترعها الكمبيوتر ولا أي حاجة ثانية. حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تصير ناجح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ناجح في طلب العلم الشرعي، تصير مثلا عندك علم، طالب علم، تصير من العلماء. بل حتى على المستوى الشخصي مثل تدينك، قربك من الله سبحانه وتعالى. المبادئ كلها تفيدك، انك ما تستسلم، انك دائما تحاول، انك دائما تبادر، حتى لو سقطت، حتى لو فشلت، حتى لو هذا ترجع وتكمل وتحاول. يعني الشخص من يذنب يرجع ويحاول ويكمل. هذه مبادئ تفيدك على جميع مستويات حياتك. وهذا كان سبب ذكري لهذا الفيديو. في ناس يقولوا دحين مسوي فيديو كامل عن ستيف جوبز وهو كافر وهو وفي غيره ناس مسلمين وفي غيره ناس احسن منه، في علماء وفي ليش ما ذكرتهم؟ يا اخي في حكمة، في مبادئ حبيت اذكرها سواء من مسلم ولا غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اما نقصد اننا ما ناخذ الفائدة الا من المسلمين ومن المؤمنين ومن العلماء، هذه مشكلة. معناها ما ناخذ شيء من الغرب، ما ناخذ اي شيء من ايجابياته، وهذه مشكله. ترى لا احد يفكر التفكير هذا، واي واحد يفكر التفكير هذا غلطان. فشدوا حيلكم يا شباب، وخلينا نشوف ابداع كل واحد منكم، وخلينا نشوف كيف كل واحد منكم حينجح، وكل في مجاله.